لو أول مرة تشوفيني، دي قناتي يوميات لولي ومامة زين. حطي لايك ويلا بينا نشوف الفيديو. صباح الخير وصباح الورد وصباح الرزق والبركة يا رب، يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. أيوة يا جماعة، انتوا زي ما انتوا شفتوا كده في عنوان الفيديو، احنا هنجيب شكارة رز 25 كيلو بس ب5 جنيه بس. وكمان هنتعلم مع بعض ازاي نعرف نحوش من مصروف بيتنا وبطريقة سهلة وعلى قد ايدينا كمان. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتحطوا اللايك الجميل اللي زيكم. هنسمي بسم الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي يا جماعة احنا في الشتاء، الخضار ما شاء الله اللهم بارك جميل، يعني على عكس الصيف تروحي تشتري ربطة الخضرة بتبقى عاملة زي رفنعة خالص وصغننة ومش باينة أصلا. تعالي شوفي دلوقتي ربطة الخضرة عاملة، يعني ما شاء الله خضار الشتاء وفاكهة الشتاء بجد جميلة. فاللي هو الوقت ده اللي فعلا انت ممكن تشتري خزين بيتك، وسبحان الله تلاقي بركة وتعرفي تحوشي وتشيلي قرش في الوقت دوت، وقت الشتاء. على عكس الصيف الخضار بيبقى الشمس بقى والحر وكده، والحاجات بتبقى غالية وزرع كتير بيبوظ وحاجات كتير ما بتبقاش موجودة. يعني ده الوقت المناسب اللي احنا فعلا نقدر نحوش فيه ونشيل فيه قرش. وانا مش عايزاكي تتفرجي على الفيديو وتتفرجي على باقي الفيديوهات وما تعمليش حاجة، لا نفذي، خدي قرار وقولي انا هبدأ من دلوقتي، لازم احوش، لازم اشتري كذا واجيب كذا، ويبقى عندك اهداف نفسك ان انتي تحققيها، اسعي لها من دلوقتي. ما تستنيش، مستنية ايه؟ يعني ده الوقت المناسب اللي احنا نفرز فيه الخضار بتاعنا، نفرز فيه كل حاجتنا. يعني ما شاء الله الخضار جميل والفاكهة جميلة يعني مش محتاجة ان انتي تأجلي تاني. طيب ايه فكرة الفيديو؟ فكرة الفيديو، احنا دلوقتي بننزل السوق كل يوم وبنجيب طلباتنا واحتياجاتنا وكده، اكيد بيتبقى مننا فلوس. ومش معنى كلامي هنا بالفلوس اللي هو فلوس بقى، لا، قصدي الفلوس اللي هي الفكة ديت، الجنيه والربع جنيه والنص جنيه والكلام ده كله، بنحطهم عادي وبنيجي نازلين يوم تاني بنصرفهم ونحطهم في مصروف البيت ونجيب حاجات ومش عارف ايه. لا انا مش عايزة النظام ده. انتي هتاخدي الفكة اللي اتفضلت منك النهاردة وتروحي شايلاها، تاني يوم نفس النظام، تالت يوم نفس النظام. وانا هنا كلامي على الفكة اللي بتتبقى مننا كل يوم من السوق. النهاردة اتبقى جنيه اروح شايلاه، بكرة 2 جنيه، بعده 3 جنيه، مش عارف جنيه ونص كده اروح حطاه. طب تمام، انا كمان مش هحوش لوحدي، لا، كل اللي في البيت هيشارك معاك، ايا كان بقى عدد اللي في البيت يشاركوا هما كمان. مثلا جوزك راجع، تروحي معاك فكة او مع وتعرفيهم ان احنا الفكة دي احنا هنحوشها هنشيلها. تمام، تاخدي الفكة اللي تتفضل معاهم. عيالك نفس النظام برضو، تاخدي الفكة اللي معاهم. لازم يا جماعة نعودهم ان هما يتعلموا ازاي يحوشوا، لازم نعلمهم ان هما يشيلوا قرش على جنب. النقطة اللي بعد كده اللي انا عايزاكي تعمليها ان انتي تحطي لنفسك تارجت معين. انا ان شاء الله في شهر 4 مثلا هيكون معايا مبلغ كذا. طيب دلوقتي انا حوشت مثلا 200 جنيه فكة، عايزة اصححهم بقى، اروح اي سوبر ماركت ولا اي محل بقالة وايه واصححهم، يبقى 200 جنيه بورقتها، يبقى انا كده جبت 200 جنيه من ولا حاجة. تمام كده. طيب كل اللي انا اتكلمت عنه دوت ده كان ايه؟ عن الفلوس الفكة اللي بيتبقوا معانا من الولاد، مننا كدهوت في بعضينا، ايه بنحطهم في علبة. طب ايه الاساسي بقى معايا؟ الاساسي هي ال5 جنيه، ما ينفعش يعدي يوم من غير ما تحطي ال5 جنيه جوه البرطمان كده، وتروحي حاطه كل يوم 5 جنيه وتحطي تحتها مليون خط. 5 جنيه يعني ما ينفعش يعدي يوم الا لما تحطي ال5 جنيه. احنا شاطرين ولما بنحط حاجة في دماغنا فعلا بنعملها. يعني انا مش بقولك حطي 30 جنيه ولا 50 جنيه ولا 20 جنيه، هي 5 جنيه هتحطيها كل يوم. وبعدين اعتقد ان 5 جنيه في وقتنا الحالي يعني ما تعملش حاجة.
ولو حسبتيها 5 جنيه في 30 يوم ادي كده عندك 150 وعندك 150 تاني اللي هو في الشهر التاني ادي كده كام 300 جنيه. حطي شهر كمان عليهم يبقى معاكي 450. رابع شهر بقى يبقى انت كده معاكي 600 جنيه. واحنا شكارة الرز انا جايبة شكارة الرز ده عندي ب590، فاللي هو 4 شهور الا يومين. ونقطة مهمة يا جماعة عايزة اقول لكم عليها، ان احنا نصبر. الصبر مش اي يعني كل ما تحصل اي حاجة ولا كل ما احط قرش اجري اروح سحبة تاني، لا غلط. اعتبريهم كأنهم مجوش. انا قلت لكم في النقطة اللي قبل كده ان احنا عاملين لنفسنا تارجت، يعني في شهر 4 انا هفتحها واسحب منها، لكن قبل كده ممنوع. واهم حاجة يا جماعة ما حسسش جوزي ولا ولادي ان في حاجة ناقصة، لا اشوف اهتمامات بيتي طبعا وما اقصرش في حاجة، بس في نفس الوقت برضو اكون ايه بحوش كده وايه وبدكن كده قرش على جنب كده ايه لوقت عوزة زي ما بيقولوا. والله يا جماعة هتحسي انك بتجني ثمارك، هتحسي بالفخر اني عملت حاجة بجد نفعتني، وهو كله من البيت يعني، ولا اشتغلت ولا رحت في حتة. اهم حاجة يا جماعة من الفيديو دوت لازم نعلم ولادنا ازاي يحوشوا، لازم نحافظ على كل قرش معانا، ما نروحش نصرفه في حاجات مش مهمة، نشوف الاهم ثم المهم. وبس كده، بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم والفكرة ذات نفسها عجبتكم، ومهم برضو انكم تمشوا على الخطوات اللي انا قلتها. ولو في اي تعليق اكتبولي في الكومنتات، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك الجميل اللي زيكم. في حفظ الله.